وبيبدأ فيلمنا مع حريق كبير جدا في مستشفى، وفي بنت بتصرخ جوه لحد لما المطافي بتيجي تنقذها، وبتكون مصدومة جدا من اللي حصل، وبتفضل باصة للنار المولعة في المستشفى وهي ساكتة من غير ما تقول أي حاجة. وبعدها بنروح لشيري اللي قاعدة بتذاكر على بحيرة صغيرة، وبتتكلم مع صاحبتها عن الحريق اللي حصل في المستشفى، وبتقول لها إن هي بتشوف حاجات غريبة جدا ومستحيل تكون عبارة عن خيالات بس. لكن صاحبتها ما بتصدقهاش وبتقفل معاها المكالمة. وبعدها بتحس شيري ان في حاجة جاية من البحيرة اللي جنبها، فبتروح ناحيتها وبتوطي تبص في المية، وفجأة في ايد بتظهر من تحت المية بتمسك فيها وبتسحبها على البحيرة عشان تموتها. وبيظهر ان الموبايل بتاعها بيتحرك لوحده وبيتصل بحد معين. وبعد وفاة شيري ودفنها بتكون لين صاحبتها حاضرة الجنازة بتاعتها دي، وبعدها بتروح لصاحبتها بيس وبتحكي لها الموقف اللي حصل في اوضتها بتاعت شيري، وما كانتش مجنونة ولا حاجة عشان تعمل كده في نفسها، وإن أكيد هي شافت حاجة مرعبة فعلا قدامها. وبيلاقوا إن في رقم غريب بيرن عليها ومكتوب إن المكالمة دي من شيري، فبترد لين وبتسمع صوت غريب ومش فاهمة مصدره، وبتشغل بس آخر رسالة صوتية على الموبايل، وبتلاقيها متسجلة من يوم الاثنين الساعة 10 و17 دقيقة، وان هما يوم الحد دلوقتي. وبتلاقي بس ان الصوت اللي سامعاها هو صوت لينا، وهي بتقول ان في حد بيراقبها، وبعدها بتصرخ والخط بيفصل على طول. فبيفهموش هنا اللي حصل ازاي، ولين بتكون عامله رساله صوتيه ما تعرفش عنها حاجه بتاريخ بكره. وبيعدي اليوم على خير، لكن لين بتشوف خيالات غريبه جدا قدامها، وكان في حشرات بتدخل جوه جسم بس بتختفي الخيالات بسرعه، وبتفتكر ان الموضوع سهل وبسيط ومش مهم. فبتفضل سهرانه لوحدها في مكتب الجامعه للساعه 10 الا 5، وبتمشي في الشارع بس بتبدأ تشوف خيالات بشر شكلهم غريب جدا واقفين قدامها. وهنا على طول بعدها بيختفي من قدامها، فبتتصل بس وبتقول لها ان في خيالات مرعبة من اللي بتشوفها، فبتسألها عن مكانها فين دلوقتي، وبتقول لها لين ان هي على الجسر ماشية وبيعدي من فوق القطر، وبتجري بس على مكانها، لكنها ما بتلحقش بسبب ان في حاجة بتكون حصلت للين، وبتخليها تنتحر قدام القطر اللي موجود تحتها. وبتمول لين الساعة 10 و17 دقيقة وهي ماسكة الموبايل وبتطلب نمرة معينة، وبتتصل بس بالشرطة، وبتفضل شايفة صاحبتها قدامها وهي ميتة، وبيطلع الشرطي كورة حمراء صغيرة من بقها، وبتيجي جنازة لين، وبيكون الكل بيتكلم عن طريقة موتها، ومن ضمنهم تايلور اللي بتقول إن في مكالمة بتيجي من حد ميت اللي بيسمعها بيموت بعدها، وبيكون متحدد يوم وساعة موته. وبتنضم بس ليهم في الحوار إن هي سمعت فعلا صوت لين قبل ما اللي حصل ده بيوم واحد في الحفلة بتاعتها، وبيزعق لهم براين صاحبهم بسبب الكلام اللي بيقولوه، وإن هو مش وقت أصلا يتكلموا في حاجة زي دي، وبيبان إن هو كمان بيتخيل حاجات قدامه، ومعنى كده إنه موته بيكون قرب. وكمان المكالمة بتكون جات له هو كمان بتبلغه بموته، وما بيقدرش ان هو يقعد في الجنازة اكتر من كده، فبيروح على اي كافيه، وبتيجي بس وراه عشان تعرف سبب عصبيته، فبيدلها موبايله اللي متسجل عليه مكالمة صوتية لصوته هو شخصيا، تاريخها في نفس اليوم اللي هو فيه الساعة 12، وده معناه ان كمان دقايق. وبيقول لها ان الرساله دي ظهرت على موبايله يوم موت لين، ومن ساعتها هو عارف ان موته قرب، الا ان هو رافض يصدق الفكره ان اللي بيحصل كده، وان المفروض موته بعد دقيقتين. وبيقوم يمشي من المكان، وفجاه بينفجر خزان في موقعه، وهنا بيوقعه على طول، وبتطير حديده في الهواء، وبتيجي في براين عشان تقتله قدام بيس، وبيقع من بقه كره حمراء زي اللي حصل مع لين بالظبط. فبتروح بس على مركز الشرطة بعد لما بتفوق من الصدمة عشان تحكي اللي حصل، وبتقول للمحققة موضوع المكالمة الصوتية، وبس بتكون اختفت من موبايل براين ومحدش بيصدقها. لكن بيكون المحقق جيك قاعد وسمع كل اللي حصل ومصدق طبعا جزء منه، فبيروح له ويدي الكارت بتاعها لبس، وده عشان لو توصلت لأي حاجة تتصل بيه على طول. وبترجع بس بيتها، وبتلاقي صاحبتها تايلور قاعدة قدامها بتكون مرعوبة قدام الموبايل، وده لان رقمها كان على موبايل براين، وحاسه ان الدور دلوقتي عليها. لكن بس بتطمنها وبتقول لها ان مفيش حاجه هتحصل زي دي، وبتشيل البطاريه من موبايلها وموبايل صاحبتها كمان، وبيطلعوا يناموا، لكن بيصحوا على صوت رساله من موبايل. وبالرغم من ان بطاريه تايلور بتكون متشاله، لكن بيجي لها رساله تاريخها يوم الجمعه الساعه 8 ونص. وبيروحوا تاني يوم الواحد بتاع موبايلات، وبيكونوا عاوزين يلغوا خاصيه المكالمه الصوتيه المتسجله، ومن رعب تايلور بتمسك الموبايل تكسره في الارض وبترميه. وبيرجعوا هما الاتنين لبيتهم، وبيلاقي ان في واحد اسمه تيد شغال منتج تلفزيون، وبيصور حلقات عن استحواذ الارواح، وعاوز يصور حلقة مع تايلور بعد اللي طلبته، وبلغوه باللي حصل كله، وبيديها موبايل عشان لو وافقت تتواصل معاه. وفجأة بيرن الموبايل بنفس الرسالة بتاعتها اللي كانت على موبايلها القديم، وده اللي بيرعبها اكتر بكتير. وبتقرر هنا تايلور تاني يوم ان هي تروح تقعد عند اهلها، لانها متأكدة ان هي هتموت قريب. وبتصحى بس من النوم على صوت الباب بتاعها، وبعدها بتلاقي ان
جاك جه عشان يبلغها ان هو وصل لحل اللي بيحصل، وان الحوادث بتحصل بسبب ان الضحية بيتصل بشخص قبل ما يموت، فالشخص ده بيموت هو كمان، وهكذا بتبدأ اللعنة. ولو وصلوا لأول شخص بدأ مع الموضوع ده ممكن يوصلوا لحل، وأول حد يعرفوه هي أخت جاك اللي توفت. وبعد ما دوروا في سجل مكالماتها وصل لاسم واحدة اسمها ميري، وهي آخر واحدة اتصلت بيها، وبيتحرك على بيتها فورا، ولكنهم بيلاقوه فاضي ومهجور من مدة، وبيكون في تمثال شبه الشخصيات اللي لين شافتها قبل ما تموت، وبتلاقي قدامها التلفزيون مفتوح على البرنامج بتاع تيد اللي كان قدام بيتها، وبيقول لهم ان هو مستضيف تايلور وهيطلع الارواح الشريرة منها. ومن تليفونها على طول وبتفهم بس ان تايلور راحت للبرنامج مش لاهلها، وبتتصل بيها عشان تعرف مكانها، وبتقول لها ان هي جاية فورا ليها. وبيفضلوا في البرنامج يصوروا اللي بيحصل لحد لما بتحصل حاجة غريبة جدا في المكان، وبتتخيل تايلور ان في اشباح بتقرب منها، وكان في ايد مخفيه بتمسك في تايلور وبتخنقها وبتموت قدام كل اللي موجودين. بس تيد بيفشل ان هو يصور اي حاجه لان كل الكاميرات بتكون فصلت فجاه، وبعدها بيرن موبايل بس نفسه، وبيتحدد موتها يوم السبت الساعه 7:55. وبيحاول جاك ان هو يحميها، فبيحكي لرئيسه اللي حصل وما بيصدقوش طبعا. فبيرجعوا سوا البس، وبياخد جاك باله ان في حروق على ايد بس، وبيسألها عن السبب، فبتحكي له ان والدتها كانت بتعملها بقسوة جدا لدرجة ان هي كانت بتحرقها. ويوم ما كانت هتطلع تحكي لوالده اللي حصل ليه لقيته منتحر قدامها. وبيجي تليفون لجاك من مكتب المفقودين بيبلغوا ان هم لقوا بنت صغير اسمها لوريل، وهي بنت ميري اللي بيدوروا عليها، وبيتحركوا فورا على الدار بتاعها، وبيعرفوا ان والدتها اختفت من لحظة ما حصل حريق في المستشفى، واللي كانت اخت جاك شغالة فيها وبرضه مع لوريل، وهي اللي خرجت لوحدها، ومن ساعتها وهي ما بتتكلمش من الصدمة، وما بيقدروش يعرفوا منها حاجة، وبتكون ماسكة الدبدوب بتاعها ورافضة تسيبه. وبيفهموا ان الحريق ممكن يكون ليه علاقة باللي حصل، فبتدور بس على اي معلومة عن حريق المستشفى في المكتبة. وجاك بيكمل بحث عن ميري، وده عشان يحاول يوصل لها، وبتبدأ ان هي تشوف اشكال مرعبة قدامها، وده لان موتها بيكون قرب جدا. وبعدها بتروح المستشفى اللي كانت مسؤولة عن الحريق والضحية اللي حصلت، وبتتواصل مع الدكتور اللي اهتم بلوريل، وبيقول لها ان هو عالج الجرح اللي كان في لوريل بعد الحريق، وكان مشرف على اختها اللي توفت برضه، وبيعتقد ان والدتها ميري اختفت في الحريق اصلا وما طلعتش من ساعتها. فبتتصل بجاك وبتقول لها ان هو ممكن روح ميري هي اللي بتعمل كل ده بسبب وجودها في المستشفى ميتة، ومحدش عارف ان هي هناك. وبتقوله ان هي وصلت المستشفى حالا، وبتضطر ان هي تروح لوحدها المستشفى المحروقة، وده عشان تدور بنفسها. وبتحاول ان هي تدخل من الباب الخلفي لكن بيكون مقفول، وبتلاقيه اتفتح لوحده لما بتوصل، وكان عندها سؤال جدا غريب، وهنا في حد بيساعدها وما بتعرفش هو مين. وبتفضل ماشية جوه في وسط الأوضة المهجورة ومش عارفة تبدأ بحث منين على جثة ميري، لحد لما بتلاقي طفلة قاعدة قدامها وبصة ليها وهي ماسكة الموبايل في ايده، وبتجري من مكانها وبتحاول ان هي تخرج بره المستشفى، لكن الباب بيكون مقفول، وبتتسحب من رجليها بعيد عن المخرج وهي بتصرخ، لحد لما جاك بيمسكها وبيحاول يساعدها لكنه بيترمي بعيد عنها وبيغمى عليه. وبتفضل بس محبوسة لوحدها في أوضة عمليات مهجورة، وبتشوف موبايل جنبها، والوقت بيعدي قدامها لحد لما بتلاقي ان في فتحة تهوية مفتوحة بتكون قدامها على طول، فبتدخل فيها وبتلاقي ان في جثه فعلا موجوده في ممرات التهويه وماسكه موبايل في ايديها، وبتعرف ان دي جثه ميري، وبتحاول ان هي تكسر الموبايل اللي ميري ماسكاه عشان اللي بيحصل ينتهي، لحد لما الجثه بتتحرك وبتفضل تقرب لبس، واول لما الساعه بتيجي 7:55 بتهجم الجثه عليها. فبيفوق جاك وبيكسر باب أوضة العمليات وبيروح ورا بيس اللي بيلاقيها لسه عايشة، وهنا ما بتماتش زي ما هو كان متوقع، وبيفتكر ان هي كده هزموا روح ميري اللي بتقتل الناس. وبيتحرك جاك بعدها على دار الأيتام، وده عشان يبلغ لوريل ان والدتها توفت، وان كل ده حصل في حريق المستشفى، لكنه بيلاقيها نايمه وجنبها الدبدوب بتاعها، وبيفتكر ان في كاميرا كانت دايما محطوطه في اوضه لوريل واختها، وما لقوش الكاميرا بعد تفتيش الاوضه، وان الكاميرا في الدبدوب نفسه. وبيفتح الدبدوب فعلا وبيلاقي ان في اسطوانه جواه ويشغلها، وبيشوف ان كل اللي كان بيأذي لوريل مش والدتها ميري، انما اختها هي اللي كانت مريضه نفسيا وكانت بتحب تعذيب اللي حواليها. فبتتصل فورا ببيس، وده عشان يقول لها ان الموضوع لسه ما خلصش وان هي لسه في خطر، وللأسف مش بترد عليه، وبيروح لها على بيتها وبيقول لها إن هي اللي بنت ميري الكبيرة هي السبب، وإن ميري لما هجمت عليها في المستشفى ما كانتش عايزة تقتلها، بس كانت عايزة تحميها من شر بنتها المريضة نفسيا دي
اللي كانت واقفة، وبعد ما بتضر أختها بتديلها لبانة حمرا تسكتها بيها. وفجأة بيبقوا هنا الباب بيخبط عليهم، وأول لما جاك بيبص من العين السحرية بيطعن بالسكينة وبيتقتل على طول، وكل الإزاز بتاع البيت بينفجر وبيتفتح الباب وبتظهر روح اللي قدامها، وده عشان تقضي عليها وتقتلها على طول. وقبل ما تلمسها بتظهر ميري والدتها اللي كانت بتحاول تحمي بيس دايما، وبتنجح إن هي تمنعها من قتل بيس، وبيختفوا هما الاتنين مع بعض. وبكده تكون بيس نجحت في كسر سلسلة الموت اللي عملتها، وبتنتهي الحوادث اللي كانت بتحصل تماما، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله قريب جدا في فيلم جديد. سلام.